قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب5 مليون دينار في حق المتهمة الغير الموقوفة ملكة جمال شمال إفريقيا في نسختها السابقة المسماة وحيدة قروج، مع الأمر برد السيارة من نوع مرسيدس للمحكوم عليها. كما تقاسم نفس العقوبة مع المتهمة وحيدة قروج 3 متهمين موقوفين، ويتعلق الأمر بالمدعو سين أنيس والمتهم شين خالد ابن الوليد والمتهم ميم أيوب، وشمل منطوق الحكم متهمين 2 في حالة فرار. ويتعلق الأمر بزوج المتهمة وحيدة قروج المتهم المدعو عين أنيس المكنى أنيس جوارة، ومتهم آخر شريكه المدعو ميم عين أمين، بحيث تم الحكم عليهما بعقوبة السجن المؤبد لمتابعتهما بجناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة. وحددت المحكمة المحكوم عليهم مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى بأن لهم 10 أيام للطعن بالاستئناف تسري من اليوم الموالي من الحكم. وتم إدانة المتهمة قروج وحيدة برفقة 3 متهمين السالف ذكرهم لمتابعتها بوقائع تتعلق بجنحة حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في وقت سابق قد أصدرت في حكمها تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسينداي بإبقاء المتهمة وحيدة قروج تحت الرقابة القضائية، بعدما استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسينداي في الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة، وبعد استئناف دفاع المتهم في نفس القرار. وكانت حادثة توقيف المتهمة وحيدة قروج قد أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بتزامن واقعة إيقافها بحلول رأس السنة الجديدة 2023 لتسفر عملية تفتيش منزلها العائلي بأعالي القبة عن حجز كيلو ورطل من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، وكانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل. كما أسفرت العملية في إطار التحقيق عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس وسيارتين من نوع BMW وأودي، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر. والجدير بالذكر أن زوج المتهمة قروج لاذ بالفرار إلى الخارج بعد تفجير القضية.